وصفتنا النهارده هي كيكة الجلاش. كيكة سهلة قوي، تحضيرها بسيط، مكوناتها بسيطة، موجودة في كل بيت، كمان تحضيرها سهل ومميزة جدا. أول حاجة هنحضرها هو الشربات، بيبقى تقيل وبارد، يعني ده عبارة عن كوبايتين سكر وعليهم كوباية مية. هقلبهم كده الأول على البارد وبعد كده هرفعهم على النار. أول ما ألاقي السكر كله داب في المية والشربات ابتدى يغلي، هنزل عليه بعصير نص ليمونة ونسيبه يغلي لمدة 5 دقايق وبعد كده نرفعه من على النار. هنسيبه يبرد عقبال ما نجهز الكيكة بتاعتنا. أول حاجة معايا نص كيلو جلاش أو لفة جلاش، معايا صينيه مديها كده دهن زبده. هبدا كده امسك كل ورقه من الجلاش كده وشايفينها يعني هحاول اكشكشها كده بشكل عشوائي. هنعمل كل الكميه كده، هي مش بتاخد وقت خالص، بس في نفس الوقت واحنا بنكشكشها شايفين انا مش بقفلها خالص، مش عايزاها تبقى مكتومه، يعني علشان تبقى هشه كده وتشرب الخليط اللي هنجهزه مع بعض وكمان تشرب الشربات فيبقى من جوه مستويه كويس. هنجهز الصينيه كلها وبعد كده هنحضر الخليط بتاعنا. الخليط ده عباره عن بيضتين بدرجه حراره المطبخ، وكوبايه ونص لبن بدرجه حراره المطبخ، كوبايه زبادي اللي هي تبقى 105 جرام، ونص كوبايه سكر، ونص كوبايه سمنه او سمنه على زيت او زبده زي ما تحبي، وكمان معلقه كبيره بيكنج باودر ومعلقه صغيره من الفانيليا. هنضرب كل الخليط ده مع بعض كويس قوي في الخلاط وبعد كده هنزل بيه على الكيكه بتاعتي. هحاول كده اشرب الجلاش بتاعي او الكيكه بتاعتي بالخليط ده كويس جدا. طبعا الفرن في الوقت ده شغال على درجه حراره 180 على الرف في النص. هندخل الكيكه بتاعتنا الفرن تقريبا بتاخد من 40 ل 45 دقيقه، ممكن كمان تحتاج ان انت تشغلي لها الشوايه. الكيكه اول ما تطلع وهي سخنه والشربات معايا بارد هننزل بالشربات كده، الكيكه يعني هتشرب الشربات ده براحتها خالص. بعد كده هتقدميها طعمها مختلف، مميزه، طريه، ملهاش علاقه بالجلاش التقليدي اللي احنا متعودين ناكله ان هو بيبقى ناشف شويه. يعني هي طريه، ملهاش علاقه بالجلاش اللي احنا متعودين ناكله، وفي نفس الوقت مش زيها، مش طعم الكيك عشان مش دقيق، بس طعمها حلو. طريه ازاي؟ شايفين قد ايه طريه، لونها حلو جدا، واخده لون حلو من فوق ومن تحت، كمان مش مكتومه من جوه، فمستويه كويس وشاربه الشربات بتاعها كويس. هستناكم تجربوها وتقولي رايكم.